طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. برحب بكم في قناة الجديدة، قناة اللعيب 4 6. هكون معاكم النهارده أحمد كريم مع الأستاذ دايما وليد كريكة من ربي الجزائر يحفظك إن شاء قسطنطينة، الله. الرجولة كلها. ربي والضيف يحفظكم إن شاء الجديد الله. الأستاذ عمار خليل، اسكندرية وأدب اسكندرية، أخويا الغالي. أهلا الاسكندريه وسهلا بكم. وش تشجعوا في اسكندريه؟ الاتحاد السكندري مش الاهلي. والاتحاد هو الاتحاد السكندري، اقوى فريق سيد البلد. تمام. لكن طبعا شعبيه النادي الاهلي في جميع انحاء الجمهوريه. والاهليه اخي ريال مدريد افريقيا، حبينا ولا كرهنا ريال مدريد، ولكن يا اخي على راسي نفوزوا شهادة عليكم شباب قسنطينه. شوف لو شاركنا في الابطال لازم نفوز في الاحلام بس يا وليد. في الاحلام دي. هنكلمكم النهارده عن البطوله الجديده، الدوري الافريقي، عن مباريات الذهاب اللي حصلت، مباراه النادي الاهلي اللي كانت في جنوب افريقيا، ومباراه الوداد والترجي التونسي اللي كانت في الوداد. طبعا كلا المباراتين خرجوا ب1-0 لصاحب الارض. صن داونز فاز على الاهلي 1-0، والوداد فاز على الترجي في المغرب 1-0. المباراه الاولى اللي تهمنا اللي هي مباراه النادي الاهلي وصن داونز. للاسف الشديد اداء النادي الاهلي ما كانش كان دون المستوى، كان سيء جدا. الاهلي طول الماتش ورا في الدفاع، حتى الهجمه المرتده ما كناش بنعملها صح. المدرب للاسف الشديد برضه كان بادئ برضه ببعض اللاعبين اللي هي ما تستحقش. يعني انا شايف برضه رامي ربيعه كان هيكلفنا في كذا كوره في غلطه. كمان مثلا اخي احمد اتفضل. انت يا اخي شويه قاسي قالها عن الاهلي يا اخي احمد ولا لا؟ لا، ما هو اللي تابعوا الماتش يا وليد، احنا 60 دقيقه ما وصلناش عند الجون بتاعنا. الاهلي مش كده، الاهلي ما ينفعش يدافع. لا. ما بنلعبش ريال مدريد ولا بنلعب بايرن مونيخ عشان لا افوار. لا علينا يا اخي. تاني حاجه مثلا يقول لك الانسان لازم مش هو ياخذ العبره، صح ولا لا؟ صح. مثلا اول مباراه لعبتوا مع سان داونز واللي فتحتوا دفعتوا ولا لا؟ دفعتوا الثمن ولا يا لا؟ عم وليد ما بقولكش نفتح، الفكره ان انت والله ما سمعتك يا اخي عمار. تتكلم بصوت عالي عشان بقول لك اللعيبه علي كانت صوت. خايفه من المباراه، كانت حافظه جدا ان يجيبها سكور عالي. برضك عيب المدرب في التاخير في التغييرات بتاعته ككره. بس يا اخي عمار مثلا الاهلي يا اخي اول حاجه لازم يلعب بحاجه، هذه متفقين فيها صح؟ بس ثاني حاجة- تدافع صح يا وليد. مع احترامي ثاني ليك. ثاني حاجه يا اخي مش تقف ورا في ارضيه الدفاع. ارضيه الميدان كانت زليجه. مثلا انت تلعب دفاع صح، انت مثلا رقم 4 ولا 5، لو سقطت وش يحدث؟ مثلا رقم 4 ولا 5. طب انا اسالك سؤال يا قلبي وليد. الدفاع اسالك سؤال يا وليد. لو سقط ولا صارت يا له اي وليد مشكله وش يا راح وليد يحصل؟ يا هدف. وليد، اسالك سؤال. اتفضل. مين اسهل، اللي بيدافع مهمته اسهل ولا اللي بيهاجم لما بيكون الارض مزحلقه؟ لما تكون الارض اللي بيدافع زليجة، صح، زلج انا واقف في مكاني. لا، أسهل تمام؟ أسهل اللي بيهاجم الدفاع، ده صح. بقى صح، الاسهل على الدفاع. اسهل الدفاع. احنا كان اختراقات والشناوي يصد وهم برضو كان عندهم رعونه كبيره لعيبه صن داونز، الصراعات والرعون هذه راح يدفعوها يا اخي في ملعب الاهلي ان شاء ما الله. يدفعوها. بس هي النتيجه 1-0، النتيجه تعتبر مقبوله، لكن مش افضل حاجه. لان هو لو جه سجل هنا هدف، انت محتاج تسجل 3 اهداف. تمام. وكمان الفتره الزمنيه بين مباراه الذهاب والعوده اللي هم 3 ايام، فتره قليله جدا. ممكن بعض اللعيبه ما يحصلش عندها استشفاء. بس يا اخي المدرب ترك لاعبين يرتاحوا صح؟ لعب بالتشكيل الاساسي. هو رايح لا، مين؟ ترك. هو رايح كهربا، كان عنده الم تمام في رجليه، ولعب اموره طيبه الكهرباء صح؟ اموره طيبه، هيلعب ان شاء الله. مليحة، هذه حاجة جيدة. وحسين على الشحات. مستوى النادي الاهلي هي النتيجه مقبوله، يعني نتيجه جيده صح؟ النتيجه جيده، لكن الاداء غير مرضي بالمره. الاهلي امبارح يعني اول امبارح الشحات يشارك. الاهلي في مباراه الذهاب كان ممكن يخسر بنتيجه اكبر من كده بكتير، لكن بسبب ظروف الطقس والميه وكده والرطوبه، فالاهلي فريق صن داونز برضه ما كانش في حالته. ايه رايك لكن في رامي ربيعه؟ للاسف انا غير مقتنع برامي ربيعه. ياسر ابراهيم افضل منه كتير، وياسر ابراهيم قدم ماتشات قويه جدا مع الاهلي ومع منتخب مصر. انا رايي ان ياسر ابراهيم اصلا قرار تجديده قرار غلط. يا اخي مليون في انا المية. شاهدت اللي هو رامي ربيعه. شاهدت المباريات الاخيره يا اخوان الاهلي. مثلا المباراه قبل مباراه سان داونز اللي تاهل فيها الاهلي يا اخي وعمل نتيجه تعادل. يا اخي المدرب شويه صرامه يا اخي، يتكلم مع اللاعبين يمروا الكره يكونوا كانها جادين، فهمت؟ توصل لمنطقه الجزاء وتوصل للمرمى تكون جاد. قال ما تعاملش برعونه مع الكره، لازم شويه جديه. اذا الاهلي يا اخي لعب جديه يكونوا اللاعبين تاعو حاضرين 100%، راح يربح ان شاء الله بنتيجه كبيره. وانا مع بعض انا ومانيش نجامل فيك، انا كنت شفت الاهلي يا اخي نتمنى والله. بس انا حسب رايي الاهلي راح يربح 3
انا حسب انا رايي. اتمنى بس هو اهم حاجه انه ما يسجلوش علينا جول. ان شاء الله ما يسجلوش يا اخي. الدفاع الاهلي ممتاز، انا نظراك دفاع هي الاهلي ممتاز. ما تقول لي لا ربيعه لا المرتدات سريعه قوي يا وليد، هم سرعه جدا في المرتدات. نعرف شو نعرف سان داونز ونعرف الاهلي. الاهلي يا اخي الدفاع تاعه ممتاز. طب انت وليد تابعت الاهلي قدام سيمبا ماتشين ذهاب وعوده، وقدام سان داونز 3 ماتشات ما كسبناش ماتش. الثلاث ماتشات 1 هزيمه و2 تعادل، حتى الان في البطوله ما حققناش ولا جول. هذا ان شاء الله، هذا ان شاء الله فوز. هذا ان شاء الله فوز. ان شاء الله انا متفائل، إن شاء الله البداية- انا متفائل لسبب، عارف يا وليد؟ لان هي كانت فرصه الاهلي كان سيء جدا، وكانوا يقدروا يجيبوا جوان اكتر 2 3 4 ويخلصوها، لكن هو ربنا ستر الحمد وكسب لله. واحد بس. الحمد لله، بس إن شاء الله عشان فيها كده خير. انا متفائل يعني. يا اخي الشحات وكهرباء وبيريستاو يضيع. هو يضيع كثير. لا بس يا اخي الشحات انسان يلعب كره، ورضا انسان سليم. يلعب كره جماعيه. ورضا يا سليم. اخي الشحات منا يا اخي مره كيما كنت تلعب، ما تفلسفش، ما تزيدش من عندك. ورضا سليم برضو اللي هو الوافد الجديد من نادي الجيش الملكي، راجل لاعب ممتاز جدا، ويعتبر هو اعلى لاعب خد تقييم في الاهلي، في لعيبه الاهلي كلها في مباراه الذهاب. يعني بتوقع منه برضو اداء افضل من كده. امام عاشور رجع تاني برضو للمعسكر. ان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيه اصابات، ولاعيبه الاهلي تستغل الفرص كلها اللي تجيلها. انت واش تتوقع المباراه؟ كم نجم تتوقعها؟ انا اتوقع باذن الله الفوز، لكن كم؟ يعني التوقعات فيها من 2-1 ل 3-1 بس. التوقعات فيها بس اهم حاجه 2-1 يا اخي تقصاو. يعني انا بقول لك توقعي يا اما 2-1 او 2-0. ان شاء الله. وانت عمار واش تتوقع؟ 2-1 تقصاو يا راجل. هو توقعه كده خلاص، انت تتوقع خلاص. ايه؟ انا قلت لك يا اخي، انا نقول لك 3-0 3-1. اسمع مباراة راح من بعد 3-0 ربنا وليد 3-1. اعزمك في ابو شهر. ان شاء الله يا رب. قالوا المباراة الثانية واش رايك فيها اخي احمد؟ المباراة الثانية كانت مباراة طبعا ديربي شمال افريقيا من ساعة ماتش نهائي افريقيا اللي خسر فيه الوداد بفعل فاعل، والمباراة كانت ملتهبة، والوداد قدم على فكرة، الوداد والترجي قدموا مباراة قوية جدا. لا، والله ما العظيم. توقعتش الترجي حتى يلعب أنا ما بالطريقة دي. توقعتش. بأمانة. فالماتش في العودة هيبقى صعب جدا على الوداد، خصوصا النتيجة قريبة نفس نتيجة الاهلي 1-0 قبل للعودة، لكن الوداد بيعرف يلعب برضه بره ارضه. نكون امنا وصراحة مع بعض، هو اجهز واقوى فنيا من الترجي. هو عنده شوف، عنده قلب الدفاع كان مصاب. اذا رجع ولا ما رجعش. شوف الوداد من اقوى دفاع واقوى وسط ميدان. الهجوم تاعهم ناقص، ما عندهمش هجوم ممتاز. شو عندهم وسط ميدان وعندهم دفاع ممتاز. وعندهم الحارس الثاني مصاب، لا علينا. اذا الدفاع تاعهم مثلا في مباراه الترجي ضيع هدف صريح في الدقيقه 6. ضيع هدف المهاجم وحده امام المرمى، الكره جايته ضربها بصدره بعدها. كان يوقف الكره مرتاح ويضربها للشباك. هو شو ضربها بقوه بصدره وخرجها خارج الكره. مباراه الترجي والوداد، خاصه الوداد اذا لعب مثل المباراه اللي فاتت بالدفاع اللي فات، انا نقول لك راح يتاهل الترجي التونسي. طيب توقعاتك بصفه عامه مين اللي هيوصل النهائي ان شاء الله؟ انا حسب رايي، انا كنت مرشح الوداد والاهلي. بالوقت يا اخي الترجي والاهلي. الترجي عشان تجاي الجزائري بيلعب فيه. لا حتى دراوي يلعب في الوداد. مثلا هي كما نقولوا خونا في المغرب يا اخي هذه كره وخلينا من المشاكل. مثلا لما راحوا تونس مثلا راح يلقاو انصار المنتخب، انصار الترجي راح يكونوا مشحونين. انا الاهلي والوداد الاهلي والوداد. حتى انا توقعت الاهلي والوداد، بس الترجي اخي مثلا واش راح يسكت. الترجي مش راح يسكت. في خبر استفزني جدا، ما اعرفش صح ولا غلط. بيقولوا انه مدرب نادي سان داونز حجز الفنادق في المغرب، تمام، لانه هو متوقع ان هو خلاص اتاهل والنهائي، وهيلاعب مين؟ هيلاعب يا الترجي يا الوداد. هذه لقطه مستفزه، هذه قاعد يستفز. انا بصراحه مش عارف يعني. طب اكسب الاول، عدي الاهلي الاول. هذا يستفز في اللاعيبه. هذه داخله في الحرب النفسيه. هو قال لك بدل ما نسافر جنوب افريقيا وبعدين نرجع نسافر تاني نطلع شمال افريقيا نلعب الترجي ولا الوداد، لا نستنى فين لحد ما نشوف مين اللي هيكسب. داخله في الحرب النفسيه، داخله في الحرب النفسيه قبل المباراه ان شاء الله. وانا نتوقع يا اخي نهائي عربي، وانا مع بعضنا ان شاء الله ونشوف. النهائي راح يكونها عربي يا اخي. ومثلا كما نقولوا مثلا انصار الترجي وانصار الوداد المغربي يا اخي هذه كره، وقبل كل شيء كما نقولوا رانا دم واحد ورانا اخوه. خلونا من الحكايات هذو يا اخي. روح تلعب كره يا اخي. الحكم واش الحكم تكلموا في الحكم، قال الحكم مليح، الحكم واش مليح يا اخي. الحكم حتى وكان كما نقولوا احنا
تقبل دار رشوه واهل. يا اخي نصح هذا اخوك وانت اخوه يا اخي، خليونا من المشاكل هذو وخليونا من هذه الحكايات يا اخي. العب كره يا اخي، نتكلموا بكل صراحه. كان الحاكم مع الوداد ولا كان الحاكم مع الترجي واهلهم ولا عطاهم، ولكن يا اخي ما عندك ماده حتى مناصر الترجي، ومناصر الترجي ما عنده ماده لا يا اخي المناصر الوداد. واللي يربح يا اخويا كل شيء مبروك عليه، صح ولا لا؟ صح اكيد اكيد. وهذه يا اخي، وان شاء الله يقول الاحسن يفوز قالها ان شاء الله. باذن الله البطوله الاولى للدوري الافريقي تكون عربيه باذن الله. هي عربيه ان شاء أهلاوية الله، ان شاء الله عربيه 100%. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ولو انتهى الترجي الاهلي نرشوا السنه الجايه هم هيوسعوا الدايره، بدل 8 فرق هيبقوا 24، هيبقى في فرق جزائريه. يا ويحك يا ويحك لو اتى شباب قسنطينه عامل الانديه العربيه يا ريت الانديه والله. الافريقيه. اتمنى والله. بس هي بطولة كويسة على فترات صغيرة بس. لا هي صح، هي شوف صوره حلوه، اداء كويس، ملاعب نظيفه، ملاعب نظيفه، هو بس التحكيم جماهير اللي مش حاضره. قوي بصراحه، التحكيم مش عاجبني. بس يا اخي البطوله مثلاً فيه التحكيم كم الاهلي تعطيه بعت أنت؟ الاهلي بعت كم خطاب تعطيه؟ للكاف، قال له بعد اذنك انا عايز عداله تحكيميه. كل حاجه كويسه لكن عايز عداله. الحاجه بقى اللي تضايقك في الموضوع ده كله ان دايما لما الاهلي كان له بلانتي هناك في سان داونز، ضربه صريحه، زقه صريحه لبيرسي تاو. المخرج هناك ما عادش اللقطه. احنا هنا في مصر مثلا لما ما تعيدش اللقطه يا اخي. احنا هنا في مصر تبص تلاقي ايه، جايبين لك مخرج زملكاوي ولا ما تفهمش، جايبين لك ناس منين يقعدوا يعيدوا لك اللقطه من جينا وزقه من كل الاتجاهات. من كل الاتجاهات الحكم يروح يشوفها بلانتي عليه. احنا خرجنا من تصفيات كاس العالم 94 بسبب المخرج. لما في واقعة الطوبة الشهيرة، لما واحد هدف طوبة وكنا كسبانين 2-0 وصاعدين. كم السنة؟ كانت سنة 93 تصفيات 93 94. احنا يا اخي في 2019 بس هفهمك يا وليد اللي حصل 2021 يا اخي مباراة الكاميرون والجزائر الفار ما اشتغلش شوط كامل. الفار والله يا اخي احمد ما اشتغل شوط كامل. انا بتكلم في نقطة ثانية، بتكلم ان المخرجين عندنا بيركزوا قوي مع الفريق الضيف، وبيركزوا ان هم ينقلوا الواقع بالظبط بامان. ساعات المواضيع دي ما بتبقاش صح. ليه؟ لان انت بتطلع بره اللقطات اللي ليك ما يعني تلاقي المخرج ما بيعيدهاش، بيعديها. يكون حاجه في مصلحتك، بلانتي، حد عمل مثلا من الفريق، من الجمهور او من الفريق صاحب الارض مثلا هدف طوبه، هدف حاجه، المخرج خلاص ما بيعيدهاش. ليه؟ لانهم لما بيحصل مشكله وشكوى من الفريق الضيف بيرجعوا لشريط المباراه، الشريط الرسمي، ما بيبصوش لايه لحد مصور بتليفون ولا بيبصوا الحاجات دي. فالشريط الرسمي لو فيه ادانه ليه خلاص انت عقوبات. انت كم تقييم التحكيم في هذه البطوله؟ التحكيم ما يزيدش عن 6 ل 7 من 10 للاسف. مقبول. مقبول، بس بطوله كل حاجه فيها ناجحه، يبقى المفروض يبقى على الاقل التحكيم 8 9 من 10 ان شاء الله. هو يكون التحكيم جيد عموما احنا مش هنتكلم عن حكام كتير لان برضه احنا ادائنا لم يرتقي برضه للمستوى. نتمنى بس يا اخي كل واحد ياخذ حقه يا اخي. أكيد ضربه جزاء طبعا. صح ولا لا؟ بيناتي بطاقه حمراء يا اخي. كاين قرارات ياثروا في المباراه. اكيد. كاين قرارات ما تاثرش، معليش كيخطا فيها، وكاين قرارات تاثر يا اخي ما يخطاش. ايوه صح ولا لا؟ صح. بطاقه حمراء لازم بطاقه حمراء، ضربه جزاء لازم ضربه جزاء. هذه نكونوا واقعيين، لانه شو قرارات مؤثره في المباراه. الحكم راح كما نقولوا احنا يعطي دفع معنوي ودفع مادي ودفع كل شيء للفريق الخصم. صح ولا لا؟ صح. وراح يخليك تنرفز، وراح يخليك ما تلعبش 100%، وراح يخليك الحكم يا اخي تقريبا 70% من المباراه هو اللي يديرها. اذا كان الحكم ضدك مستحيلات سبعه حتى تكون عندك احسن تيم في العالم والله ما تفوز. والله ما تفوز اذا كان الحكم ضدك. هضروا صراحه، صح ولا لا؟ صح اكيد. التحكيم يا اخي في افريقيا، التحكيم مازال مريض في افريقيا، مازال مريض. احنا ان شاء الله باذن الله ما نحتاجش، ما نستناش حكم ولا نستنى حاجه. احنا بلعبنا، بادائنا، بسرعه الاداء، برجولتنا، بكفاحنا، باستغلالنا للفرص نخلص الماتش بدري وما نحتاجش وما نقفش على قرار غلط للحكم او كلام. باذن الله الاهلي يحقق النتيجه المطلوبه منه ويتاهل. يا اخي احمد سمعت بلي الاهلي راح يجيبوا خليفه نبيل معلول قال لك وراح يجيبوا لاعب يطير، صح؟ وصغير في السن. احنا بنسمع دايما لكن ما بنشوفش دايما. والله العظيم قال لك نورمال متفقوا معاه 80%. 80% اتفقوا معاه. بعد ما شفنا موديست ده اللي كان بيلعب في بروسيا دورتموند انا مش مصدق ازاي الراجل ده كان بيلعب في الدوري الالماني. ويا اخي مثلا هذا اللاعب شكون اللي يجلبه؟ ولا حاجه.
بس هي شكلها سبوبه بتتعمل ولا كيما نقولوا دعايه اعلاميه جابوا زعما ما يعملوا. ولا دعايه اعلاميه ولا حاجه، هو يعني مش طب الطب يعني. هو راجل 35 سنه، لعب السنه اللي فاتت دي لعبها في بروسيا دورتموند، وقبل كده كان بيلعب في انديه وسط في المانيا ولعب في بلجيكا تقريبا، لكنه كبير في السن، فايه اللي هيديهوله؟ ده ممكن يروح دوري قطر، الدوري مش عارف البحريني، الدوري احنا في الجزائر يا اخي احمد انما احنا جايبينه ليه؟ محترفين في الجزائر مين؟ اه وما يفوت سنهم 24 سنه. النهارده واحد قال حته حلوه قوي، قال للراجل، قال له نزل صورته كده على الفيس، قال لك الراجل ده هيفضل طول البطوله كده وطول الدوري وطول المنافسات وطول الموسم يتعبنا ويتعب اعصابنا، وبعدين يجي قدام الزمالك يروح خاطف جون كده عالمي يقول احسن لاعب. وبعدين احسن لاعب في الماتش، وبعدين يعتزل بقى ويبيع شاورما زي البرازيلي اللي كان عندنا السنه اللي فاتت. كان عندنا لاعب برازيلي احمد حسن، بس احمد حسن كان نجم يعني، بس كان بيأدي. احمد حسن كان نجم، احمد حسن المنتخب الوطني مثلا انت احمد حسن يا اخي لاعب مصري وابن الوطن. ايوه، ويعرف العادات ويعرف التقاليد ويعرف. لا وجبناه في الاهلي ادى وسجل. لما تجيب لاعب اجنبي ويكون سنه كبير لازم وقت يتاقلم، ولازم يتعرف على البلد، ولازم يتعرف راح تكون شويه صعيبه. ديجا هو كبير في السن وقت يتاقلم انتهت حياته الكرويه. صح ولا لا؟ صح. هذا حسب رايي الخاص. احنا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، الشياطين الحمر تمام ان شاء الله بكره ويتاهلوا عن جداره باذن الله. نتمنى ان شاء الله برضو التوفيق للافضل، الترجي او الوداد. انا شخصيا بتمنى الترجي تمام، وباذن الله النهائي عربي ويفوز ان شاء الله اللي يلعب كويس، واللي يستحق ان شاء الله يفوز بالبطوله. كل التوفيق للانديه العربيه وكل التوفيق ليكم. شكرا على استماعكم. شكرا يا عمار. شكرا اخي عمار. شكرا اخي شكرا يا وليد. وربي يحفظ لنا المشاهدين. وسامحونا قالها على بالي انا اللي ما يعجبوش كلامنا يسمح لنا. وتحيا فلسطين، ديما فلسطين، وربي ينصر خوتنا في غزه. والسلام عليكم. والسلام عليكم. في امان الله. في امان الله. مع السلامه.